بغيتو شي حاجه معلكه لذيذه وبنينه وكذلك كتوجد بسرعه، كنقترح عليكم هاد المقيله. كنوجدوها بدون لحوم، بدون كثره تعقيدات، كتوجد في اخر لحظه، والمذاق ديالها خطير خطير خطير، ما تشبعوش منه. فخليكم معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو وطريقه التحضير. وقبل ما نبداو ان شاء الله، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبتعاليقكم، وكذلك اللي ما مشتركش في الحساب ديالي توابل المغربيه يشترك فيه. فغادي ناخذ اولا واحد الاناء، غادي نوضع فيه 2 حبات من الجبن المثلث. ممكن ديروا المربع الا متوفر عندكم، اولا الجبن البلدي على حسب ما متوفر عندكم. غنحاول نخدمهم شويه حتى يطلقوا. غنضيف عليهم 2 حبات ديال البيض، غنضيف يكونوا بحراره الغرفه. غنضيف الحبه الاولى وغادي نحاول نخلط المزيج مزيان حتى تنسجم لينا البيض مع الفرماج. نحاولوا نخدموا المزيج مزيان، ومن الاحسن بالنسبه للجبن ما يكونش في الثلاجه، يعني ما يكونش بارد، حتى هو يكون بحراره الغرفه باش دغيا ينسجم لكم مع البيض. بعد ما خدمت الخليط مزيان، دابا غنضيف الحبه الثانيه من البيض، نخلط شويه، وغادي نضيف شويه الملحه، غير القليل فقط. نضيفوا شويه البصر اولا الفلفل الاسود، وغادي نخلط المكونات. وعندي هنا 2 حبات من البطاطا اللي قطعتهم دوائر، يكونوا غلاضين شويه، وسلقتهم في الماء مع شويه الملحه، غير يدخلهم الطياب، يعني ما يتسلقوهمش بزاف، يطيبوا غير نص طيبه. وغناخذ مقله اللي تكون ما كتلصقش، غنوضع فيها كميه من زيت الزيتون، ممكن ديروا زيت النباتي، ومعلقه صغيره من الزبده. انا استعملت المارغرين ديال العلب. غادي نستف فيها الدوائر ديال البطاطا، فهذا هو السمك اللي استخدمت. غادي نستفهم في المقيله، وغادي نخليهم على نار متوسطه حتى تاخذ لينا البطاطا تحميره خفيفه من التحت، وغادي نقلبوها. فهنا كيف كتشوفوا البطاطا خدات لون ذهبي من الوجه الاول، غادي نقلبوها على الوجه الثاني ونخليوها تكمل الطياب. بعد ما طابت لينا البطاطا مزيان، دابا غنضيف عليها شويه من بودره الثوم، تقريبا نصف ملعقه صغيره. غندير شويه الملحه، وغادي نضيف الخليط ديال البيض والفرماج، وغادي نضيف عليهم شويه التحميره اولا البابريكا، وشويه من السودانيه اختياري، اللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش. غادي نزينهم بشويه المعدنوس مقطع، وغادي نغطي على المقيله ديالي ونخليها طيب على عافيه مهيله حتى يطيب البيض مزيان، وغادي نرجع لكم. وهي المقيله ديالنا بعد ما وجدات، كيف كتشوفوا كتجي لذيذه لذيذه لذيذه، ما تشبعوش منها. المذاق ديال الفرماج كيعطيها واحد المذاق رائع، وكذلك التحميره ديال البطاطا مع المذاق ديال الزبده كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. جربوها اكيد غادي تعجبكم. ما تنسونيش من لايكاتكم ومن تعاليقكم، وما تنساوش تشتركوا في الحساب ديالي توابل المغربيه. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.